سادة محبي الدوري المصري، أهلا بكم. ماتش بعنوان زيزو وبن شرقي بيحطوا الأهلي في صدارة الدوري بمستوى ضعيف لكل عناصر الفريق. النهارده نادي الاتحاد السكندري كان ند النادي الأهلي، راح في الطرف بتاع كوكا كتير، كان عامل مشاكل خصوصا في الشوط الثاني، راح بأكتر من كورة. مدرب الاتحاد كان ذكي جدا، عارف المشاكل اللي لازال دفاع نادي الأهلي بيقع فيها، خصوصا المساحات اللي فاضيه ورا كوكا والمشاكل اللي ما بين مرعي وكوكا. والكوره فعلا اتلعبت ما بين مرعي وكوكا، وكان ده هدف كان ممكن يدخل من نفس المنطقه دي اكتر من هدف تاني غيره. لازال الاهلي عنده مشاكل دفاعيه، وخصوصا في تغطيه كل سرد باك على التاني. يعني مرعي ما بيعرفش يغطي مكان ياسر، وياسر ما بيعرفش يغطي مكان مرعي. رغم الطرد اللي حصل للاعب الاهلي كوكا واللاعب الاتحاد السكندري، الا ان الاتحاد السكندري من الدقيقه 76 فضل مستحوذ على الكوره وبيروح اكتر من مره على الاهلي بهجمات خطيره كانت ممكن تسبب التعادل. حقيقه في بطء شديد في نقل الكوره ولعب الكوره والاعتماد على الكوره من ناحيه اليمين لناحيه الشمال بنقلات ضعيفه بطيئه مقريه جدا من دفاعات نادي الاتحاد او من خط نص نادي الاتحاد، اللي بالمناسبه ما عملش اي مجهود النهارده في انه يقطع الكوره او ان هو يقف على الملعب. بالعكس، الاهلي كان بطيء جدا في نقل الكوره، وكل الكور اللي بتتلعب كلها تقريبا محفوظه او مقريه كانت بتتقطع بسهوله. سبب البطء ده في 3 عناصر خط نص النادي الاهلي: مروان عطيه، تريزيجيه، بن رمضان. علامه استفهام برمضان، تحس النهارده انه جاي تقضيه واجب. مش ده بن رمضان الادوار بتاعته يعني غير واضحه. مش ده بن رمضان اللي كلنا كنا متوقعين منه اكتر من كده بكتير. تريزيجيه ما ينفعش يلعب مركز 8 ابدا. تريزيجيه عايز خط ويجري جنب الخط ويعرض كرات او يدخل يخترق من الناحيه الشمال لثالث او رابع او خامس او 10 مره بيلعب 8. مروان عطيه كان خارج نطاق الخدمه النهارده، مش عارف يغطي نص الملعب لوحده. الاهلي بالمناسبه كان بيلعب 4-1 4-1، المفروض ان الخطه دي يبقى فيها تقارب بين الخطوط شويه، تبقى متوازنه دفاعيا وهجوميا، ولكن بسبب نص ملعب نادي الاهلي النهارده كان سبب ضعف الفرقه. خط النص 3 لعيبه دول سبب ضعف الفرقه وظهور النادي الاهلي بالشكل اللي مش كويس. علامه استفهام لمدرب نادي الاهلي يستروب. اعتقد انك انت لسه بتحط ايدك على الفرقه، ولكن وارد انك ما تكونش عارف تقرا الماتشات. نص ملعبك النهارده فيه مشاكل، وانت اصريت على ابقاء بن رمضان فيه وتريزيجيه لوقت طويل جدا. واضح يا اما مش انت اللي بتدير المباريات دلوقتي، انت لسه مجرد بس انك انت بتمانج الامور، او محللين اداء عندك لسه ما اشتغلوش، او اشتغلوا بس لسه مش عارفين امكانيات ومراكز اللعيبه. لان اي حد هيشوف المباراه من اول ربع ساعه هيكتشف ان ثلاثي خط النص مش مظبوط. اللعيبه دي لو حد من بره بيتفرج عليها هتقول لك ان اللعيبه دي اصلا مش بتلعب خط نص. بلغه الكوره الاهلي بيستحوذ على الكوره ويبدا مرحله بناء اللعب وبتقف على كده. مرحله تطوير اللعب عشان تبقى هجمات وندخل اهداف دي مش موجوده، اللي هي بتعتمد اصلا على الجناحات اللي هم بالمناسبه هم بيقوموا بادوارهم، لكن نص الملعب اللي بينقل الكوره للجناحات دي ادواره ما كانتش موجوده النهارده، وبقى لها فتره كبيره مش موجوده. فالاهلي بيبني كوره وبيستحوذ على الكوره وبعدين ما بيعرفش يعمل بيها حاجه. تطوير اللعب ومرحله تطوير الهجمه مش موجوده، وهي دي اللي بتنقص نادي الاهلي، بغض النظر عن المهاجمين اللي برضو ادوارهم مش فعاله. يعني جراديشار النهارده دوره كان بينزل كتير لنص الملعب، ما بيستلمش الكوره، ما بيبصيش الكوره، ما بيروحش على الجون يستقبل عرضيات زيزو اللي بالمناسبه زيزو اكتر حد النهارده عمل عرضيات ولعب كوره حلوه.
زيزو هو اللي عمل العرضيه اللي جاب منها ضربه جزاء بالمناسبه يعني. خلاصه المباراه ان الماتش ده ب3 نقط مهمه للنادي الاهلي، وده المهم في الحفاظ على الدوري لحين الانتهاء بيراميدز من المباريات المتبقيه له، ناقص له ماتشين تقريبا. ساعتها نبقى نشوف ترتيب الجدول هيبقى عامل ازاي. مبروك النادي الاهلي، فوز مهم، 3 نقط مهمه، ولكن اداء مفروض يبقى افضل من كده.